بعد تشريح جثة ماري تبين أنها انسممت. بالصدمة الحقيقية أبعد من كده بكثير، إن السم كان موجود داخل بيت ماري نفسه، والغريب إن واحد من عائلتها، شخص تثق فيه، هو اللي كان يبي ينهي حياته. بعد وفاة ماري الأطباء كانوا مستغربين جدا من اللي صار. امرأة رياضية صحتها ممتازة، وفجأة 8 سكتات قلبية. فقرروا يسوون تشريح للجثة، والنتيجة كانت صادمة. ماري كان في جسمها مادة سامة نادرة، مادة اسمها الكوليتشين. هذا السم يستخرج من نبات معين ويستخدم أحيانا كدواء، لكن إذا أخذ الإنسان جرعة كبيرة منه يتحول لسم قاتل. والأعراض اللي سببها: الحالة بدأت باضطرابات حادة في المعدة، وتطورت لحالات استفراغ متكرر. ما قدرت ماري تسيطر عليها. كان واضح إن جسمها قاعد يحارب سم قاتل، وفي النهاية توقف القلب. بالضبط نفس اللي صار مع ماري. وهنا تأكد الأطباء وفاة ماري ما كانت قضاء وقدر. الحقيقة إن ماري انقتلت بدم بارد. ماري راحت ضحية سم أنهى حياتها. الشرطة بدأت التحقيق. أول سؤال كان: كيف دخل السم لجسمها؟ هل كان في الأكل ولا في المشروب؟ لكن الشيء الوحيد اللي أكلته ماري في العمل كان البروتين شيك. الشرطة بدأت التحقيق مع الناس اللي كانوا قريبين منها ذلك اليوم. كل من كان قريب من ماري صار مشبوه، من طاقمها الطبي إلى المرضى وحتى أهل بيتها. ما في أحد كان خارج دائرة الاتهام، لكن ما في أي شخص كان واضح عنده سبب يقتلها. الجميع كان يقول نفس الشيء: ماري إنسانة طيبة، مستحيل يكون لها أعداء. لكن بعدها بأيام الشرطة استلمت رسالة غريبة، رسالة مجهولة المصدر. رسالة كانت تقول: إذا تبغون تعرفون من قتل ماري ابحثوا داخل عائلتها. الرسالة كانت تشير إلى شخص واحد تحديدا: زوجها بيل. لكن المشكلة: بيل كان يبدو منهار تماما بعد موته، وكان يقول للجميع إنه فقد حب حياته. لكن السؤال الحقيقي كان: هل ممكن زوج عاش مع زوجته أكثر من 30 سنة يكون هو اللي قتلها؟ الشرطة قررت تبحث أكثر في حياة بيل، لكن اللي اكتشفوه بعدها خلى القضية تتحول من وفاة غامضة إلى جريمة قتل مخطط لها بعناية. والدليل الأول كان بحث واحد فقط في الإنترنت: